كان جيد في المباراتين. عايز اعرف برضو رايك انت يا سياده المستشار. انا بس بمسح كابتن شوبير، ومين مع خالد بيبو ولا كابتن خالد بيبو ومين تاني معاه؟ وكابتن اسلام الشاطر. هو النهارده مش مشكله الفوز، لان الزمالك وصل الدور ال 16 من هناك من الكاميرون لما جاب الجول. لكن النهارده الدرس القاسي يا كابتن شوبير لالتراس اهلي وقت نادي الزمالك، بقول لهم انتهى الدرس يا اغبياء. تمام. تجربه، انت حضرت الماتش، اكيد الاف مؤلفه، اعلام الزمالك بيفوز من غيرهم. في لفظ خادش طلع، في شتيمه للجيش ولا الشرطه ولا اي حد او للنادي الاهلي او صالح سليم زي ما كانوا بيعملوا. جمهور ده جمهور محترم. تجربه نجحت. بشكر السيد رئيس الوزراء في اجتماعي معاه، وده كان اقتراحي، وفورا كلم السيد وزير الداخليه والسيد وزير الشباب، بشكره جدا جدا جدا. كان عامل غرفه عمليات مع السيد وزير الداخليه. الاتوبيسات طلعت من النادي الحمد لله بفضل الله، ما فيش حد قدر يقرب من النادي. وصلت استاد هنا الاسر المحترمه اللي حضرتك شفتهم باعلامهم. الالتراس راح الكاميرون اتفرج على قهوه، والالتراس راح برج العرب اتفرج منين؟ من واحد عمر. وبيقول لهم تاني المره الاخيره، الشتيمه مش هتجيب نتيجه مع حد قلبه قلب اسد. طبعا شوبير كان ليه موقف يعني وتصدى واتشتم وكل الكلام دون. عايز اقول لهم الاتي: اديتكم فرصه اخيره، اهلي وزمالك، انضم الى رابطه محبي الاهلي او الزمالك. سياده المستشار برضو عايز اعرف من حضرتك كيف تم التعامل او التنظيم بخصوص الجماهير كان شكلها حلو جدا النهارده في المباراه. بص يا فندم، اتعملت خطه، انا طلعت بيان انه من غير جمهور. تمام، حقيقي. خلاص. في نفس الوقت كان الخطه غرفه عمليات معموله ازاي نقدر ندخل 20 او 25 اتوبيس. تمام. ودي كانت تجربه لماتش نيجيريا. تمام. منتخب. مع احترامي النادي الاهلي طبعا، وانا متعاطف جدا مع محمود بصراحه، سيد رئيس النادي الاهلي، ومتعاطف محمد عبد الوهاب بصراحه، متعاطف معاهم جدا جدا. لان انا لو عندي الميزانيه بتاعتهم دي بصراحه هيحطوا لي نشان. لكن للاسف الشتيمه من كل مكان دلوقتي. استاذ محمود النهارده ما قدرش يطلع اتوبيسات. ليه؟ لانه بيحصد او بيجني اللي عمله قبل كده لما كان بيطبطب على الاولاد. اكيد. فهو لما لقى هيروحوا يبلطجوا عند النادي الاهلي في اعضاء، لغى. انا ما حدش يقدر يجي ناحيتي. انا قلت ايه؟ 3 كيلو يا ابني، 3 كيلو من نادي الزمالك. لما عرفوا ان الاستاد طلعت ووصلت ودخلت الاستاد بالاعلام، قال لك احنا مش هنروح. لا، مش انت اللي مش هتروح. انت عرفت ان في اكمنه شرطه رجعت، وعرفت ان الدوله رجعت هيبتها. النهارده انا مش ببارك للزمالك، ببارك للدوله على هيبتها. العيال دي امبارح قالت هنخش غصب عن التخين، مفيش عيل فيهم قرب. انت عارف برج العرب ده على بعد دي كيلو برج العرب، وهنا ما دخلوش. فانا بقول الدوله لما ترجع لها هيبتها، دوله القانون، ما دخلوش. وانا سعيد جدا الاهلي فاز من غيرهم، والزمالك فاز من غيرهم، ودي تجربه ناجحه. جبنا الاتوبيسات دي انا كنت واقف بشرف عليها. تمام. واخد بالك؟ طبعا كان عندي مدير النادي علاء مالد كان خايف، واعضاء مجلس الاداره خايفين، وهيلفوا لك قضيه زي بتاعه الدفاع الجوي تاني، وده كمين معمول لك. قلت لهم شوفوا قضيه الدفاع الجوي ربنا يشهد، انا مدخل 3000 واحد وانا داخل بيهم. واي عيل في الالتراس للاسف الشديد يصاب. انا برضه لان انا راجل اب في النهايه، لكن اللي ماتوا كلهم مش التراس، واللي ماتوا كلهم في الدفاع الجوي معهم تذاكر. خلي بالك. فانا اتحملت المسؤوليه، واتعملت غرفه عمليات. واللي بيهاجم وزير الشباب يقول له ايه انت بتفرق بيه؟ بيفرق. انا لما يكون عندي ولدين، ولد قليل ادب بيشتم امه وابوه والجيران وساقط في الامتحان، وعندي ولد متفوق بيحترم الجار وبيحترمني وبيحترم بلده، طبعا هميزه. فانت النهارده ادي الجمهور المحترم دخل منتهى الاحترام، مفيش لفظ. بقول لك واحد بس طلع معاه صفاره، خدنا منه صفاره وطلعناه. تمام. ده الجمهور اللي عايزينه. الاسره المحترمه تستمتع. حضرتك لما تتفرج على التلفزيون النهارده في العالم كله ماتش، ده ما نقول للدنيا كلها خلاص. ادي مصر فيها امان، ادي مصر فيها جماهير، بس جماهير مين؟ المحترمه. لا شمروخ ضرب عشان ادفع مليون جنيه تعويض، ولا لفظ بذيء ضد الشرطه ولا ضد الجيش، ولا اسف اجيب بول وارميه على عسكري غلبان واقف طول النهار جاي يحميه. فانا النهارده بقول مبروك مش للزمالك ومش للاهلي، مبروك لهيبه الدوله اللي رجعت. بشكر السيد رئيس الوزراء، بشكر السيد وزير الداخليه، بشكر السيد وزير الشباب والرياضه. وبقول لمحمود الشامي ايه رايك يا حاج محمود؟ امبارح اتريقت عليا، عملت مداخلات، قلت اللي بيقول لي 25 اتوبيس و26 اتوبيس. انا اتحملت وما قدرتش ارد عليك لسبب بسيط جدا، لان كنت ملتزم بكلمه شرف مع رئيس الوزراء ووزير الداخليه ووزير الشباب لغايه الولاد ما يوصلوا الاستاد نبتدي نتكلم. وصلوا الاستاد، رد في الملعب. وعايز اقول له يا محمود
ما تلعبش مع اسود تاني. شكرا ليك سيادة شكرا. المستشار. شكرا ليك، مبروك مره ثانيه. مشاهدينا